أوقفت عناصر من الشرطة القضائية بمدينة طنجة اليوم شابا يبلغ من العمر 18 سنة بعد ارتكابه جريمة قتل. راح ضحينها شاب يبلغ من العمر 26 سنة بعد شجار لفظ بأحد الأسواق المعروفة بمدينة طنجة. وحسب مصادر مطلعة، تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمنطقة بني مكد من فك لغز جريمة قتل بحومة الحداد بطنجة. راح ضحيتها شاب يبلغ 26 سنة، حيث تم توقيف الجاني من مواليد سنة 1999 والذي اعترف بالمنصوب إليه بعد الدخول مع الضحية في نزاع لفظي بالسوق بعد أن كان الجاني يقوم بالتبضع بالسوق المذكور. وأوضحت ذات المصادر أن الضحية قام بتعنيف الجاني ليتوجه مباشرة إلى منزله لإحساسه بالحكورة حسب اعترافاته ليقوم بحيازة سلاح أبيض ويتجه صوب الضحية بحومة الحداد ليدخل معه في شجار تبادل من خلاله الضرب والجرح انتهى بالجريمة المروعة. وأضافت ذات المصادر أن الجاني سيتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لاستكمال الأبحاث معه التي ستجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.